إعداد المفقودين نتيجة سيول جارفة بواد تمسولت شرق مدينة بويزكان بإقليم قلميم. المشهد نتابعه في روبورتاج محمد الشهب والحافظ محضار. تم اليوم انتشال جثث 3 أشخاص فيما اعتبر 18 آخرون في إعداد المفقودين نتيجة سيول وادي تمسولت على بعد 6 كيلومترات شرق مدينة بويزكان بإقليم قلميم. الضحايا كانوا على متن عربة تقلهم عندما باغتتهم سيول هذا الوادي. وقبل قليل أدت سيول وادي تالمعدرت على بعد 15 كيلومتر شمال مدينة قلميم إلى جرف 3 سيارات أجرة كبيرة، حيث لا يزال أكثر من 10 أشخاص في إعداد المفقودين، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين. السلطات المحلية لقلميم تنبه مستعملي العربات في هذه المسالك إلى اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة السيول التي تعرفها المنطقة بسبب قوة التساقطات المطرية. هذه السيول أدت إلى قطع الطريق الوطني رقم 1 على مستوى وادي تالمعدرت الرابطة بين شمال وجنوب المملكة. الأمطار العاصفية ستتواصل بقلميم وسمارة السزاق طاطا